دينية، نريد دولة علمانية، نريد دولة علمانية، لا نريد دولة إسلامية، لا نريد دولة إسلامية، لا نريد دولة دينية، نريد دولة علمانية. رأيتم كيف أصبح هذا المخلوق؟ لكني أقول كلمة جميلة جدا لبعض الفضلاء، يقولون لي يا شيخ لا تضيعون الوقت مع هذا، لا تردون على هذا، ويقولون بكلام تعلمونه. أنا لا أحب مثل هذه الأقوال، أنا أرد على فايد بالأفكار، بالحجج، بالأدلة، ليس من أجل فايد، من أجل الأمة كلها، لأن الرد فيه علم كبير، وفيه فقه عريض، وفيه مصالح كثيرة وأسرار وحقائق تعرف بالرد، لأن هذا الرد يكون بالكتاب والسنة، فنأخذ من الكتاب أسرار، ومن السنة أسرار، ومن كلام الصحابة أسرار والعلماء. لهذا كان الرد جميلا دسما رائعا فيما يتعلق بخدمة هذا الدين العظيم. هذا الكلام الذي يقوله بعض الأفاضيل، لا ترد على فايد ولا صغير، من للدهماء، من للجهال، من للناس. فايد ليس إنسان مغمور، إنسان غائب، إنسان لا يؤبه به ولا يلتفت له، لا، فايد عنده مكانة كبيرة في المجتمع وشهرة واسعة، والناس يسمعون له. انظروا إلى التعاليق، انظروا إلى قنواته، انظروا إلى تأثيره. هذا الآن الحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل الردود تقلص وتقزم حاله. أما من قبل كان مشكلة، لكن إذا كان هذه الردود ولله الحمد أعطت أكلها وأصبح في هذا الحال، إذن لما بعض الأفاضل يقول لا تردون عليه؟ أنت في نظرك جميل إذا كنت من طلاب العلم ومتمكن من حالك، لا بأس، أعرض ولا تنظر ولا تسمع. لكن غيرك الذين هم لا يعرفون هذه الدقائق وهذه الحقائق وهذه الأسرار قد يجرون. يقول الإمام الذهبي: الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، وإن كثيرا من الناس يعلقون في قنواتي ويقولون لي يا شيخ، نساء ورجال كنا نحبه، كنا نتابعه، كنا الآن عرفنا يقول هذا، وكنا ما نعرف مقصود كلامه. الآن بينت لنا بالكتاب والسنة مفهوم الكلام. نتكلم مع هؤلاء الناس الشارحة الكبيرة الواسعة التي لا سبيل لها لمعرفة الحق من الباطل إلا بفضل أهل العلم وأهل البيان والنصح. هذا المقصد. أما نقول اتركوه إلى أين؟ الإمام أحمد قالوا له اسكت في محنته مع المامون ومع المعتصم في محنة خلق القرآن، قال لهم اسكتوا نسكت. لما يسكت أهل الباطل يسكت أهل الحق. أما إذا أهل الباطل يتكلمون أهل الباطل يسكتون، هذه مشكلة. ولهذا أيها الأفاضل انتبهوا، وإذا أشكل عليكم أمر اسألوا أهل العلم، لا تتكلمون بهواكم ولا برأيكم ولا بالأفكار. يفنى الإنسان ويبقى ما كتبت يداه، فلا تكتبن غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. نحن مسؤولون على أقوالنا وأحوالنا وما نقدم في هذه الحياة. نحن نملأ كتابا يوم القيامة يقول لنا ربنا العظيم سبحانه: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نسأل الله الثبات على هذا الدين إلى يوم لقائه سبحانه الكريم العظيم. هو الآن يقول فايد: نريد العلمانية، نريد دولة علمانية، نريد دولة علمانية، لا نريد دولة دينية ولا إسلامية. أي كلام هذا؟ هذا كلام خطير والعياذ بالله. هذا كلام خطير لمن كان له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا كلام صعب، لأن العلمانية كفر أيها الأفاضل. العلمانية كفر. عرفت الدين من أجل تدبير شؤون العباد وإبعاده عن العباد كشرع يصلح لتسيير
شؤون الدنيا والحياة والناس ورفضه هكذا، هذا كفر. ولهذا هذا الكلام هذا دعوة إلى الكفر والعياذ بالله. العلمانية كفر، ونحن ندعو الناس إلى أنها تقول في أصلها فصل الدين عن الحياة. لا نريد دينا كما يقول فايد، لا نريد إسلاما، نريد القوانين ونريد العقل ونريد المصالح التي نأخذها بأفكارنا وهوانا وبمنطقنا. أما الإسلام يفرض علينا شيء نبعده، ويكون الإسلام في واد والناس في واد، وهذه مصيبة والعياذ بالله. إذن عموما أن من يعتنقها ويقول بها ويريدها عموما هذا كفر. لكن على التعيين أي تكفير معين لا بد من إثبات الشروط وانتفاء الموانع. لأن بعض الأشخاص يعني بعض الأفراد قد يقول بأن أنا لا أعتقد، لا يعرف المفهوم الحقيقي للعلمانية، لا يعرف المفهوم الحقيقي، وإنما ينظر إليها كنظام سياسي ينظم شأن الحياة ويضمن حرية الناس. إذا من الناس من هو على هذا الشكل وأشكل عليه الأمر، هذا يبين له. أما عموما العلمانية ومن يعتقدها ومن يريدها هذا كفر والعياذ بالله. نسأل الله أن يسلمنا من شر الأشرار ومن جهل الجهال ومن من يريد بهذا الدين وبالإسلام والمسلمين شرا. اللهم قنا شرهم أجمعين بفضلك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. ولا تغفلوا أيها الأفاضل تجارتنا الرابحة المربحة. الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم، إذ هو القائل: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10.